السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم طريقتي في تحضير المعقودة الوهرانية. كانت احدى المتتبعات طلبت مني الوصفة، قالت لي عندي مشكل مع المعقودة كي نجي نقليها تفتح لي في المقلة. دونك تبعوا معايا الوصفة تاعنا اليوم، غادي نعطيكم كاع الاسرار كيفاش تنجح لكم المعقودة وما تتفتحش وتجيكم يعني روعة وبزاف بزاف بنينة. وصفة ناجحة، ما فيهاش بزاف مكونات، ما فيها بيض داخل، ما فيها شابلور، ما فيها فرينة، يعني وصفة روعة. دونك تبعوا لي حتى الاخير وما تراطوهاش. اذا نبداو على بركة الله. غادي نحتاج ربع حبات بطاطا يكونوا بحجم متوسط. انا هذه البطاطا عطاتني كميه ما شاء الله من المعقوده، وبيان سور نتوما ديروا على حسب افراد العائله تاعكم. دونك قشرتها غسلتها وراني نقطع فيها كيما هكا مكعبات. والمعقوده راهي معروفه يعني تجي احسن بالبطاطا الحمراء، مي انا اليوم درتها لكم بالبطاطا البيضاء عادي ونجحت معايا. ودوك تشوفوا قدامكم. اذا لهنايا بعد ما قطعتها درتها في الكسكاس. من اسرار نجاح المعقوده يعني سورتو المبتدئات، نقولكم فوروها، ما تروحوش تغلوا البطاطا تاعكم في الماء، باسكو غادي تشرب لكم كميه كبيره يعني من الماء، وهذا الشيء اللي يخليها تفتح لكم في المقله. اذا لهنا انا بعد ما خليتها فارت، ما درت لها ني ملح ني والو. بعد ما فارت ديريكتومون وهي حاميه، ما تخلوهاش ميم با تدفى، ديريكتومون وهي حاميه بقيت نكرازي فيها كيما راكم تشوفوا. تبغوا بالفرشيطه ولا بهذيك هذيك الرحايا المانيوال تاع بكري، ولا بهذه الاله، يعني كيما تبغوا. ليسونسيال ما ديروش بالاشواغ ولا براميكسور، ولا كيما هكا بيديكم. رحوها مليح حتى تولي لكم ليس. لهنا غادي نجي نتبل. عندي الملح، درت ملعقه صغيره نتاع الملح بيان سور على حسب الذوق تاعكم، شويه تاع فلفل الكحل وشويه تاع الكركم. وانا المعقوده نبغيها صفرة، ما نبغيهاش تكون بيضاء، دونك زدت لها شويه تاع الزعفران. المعقوده يعني معروفه تجي بالزعفران. لهنا نضيف لها زوج فصوصه كبار تاع الثوم، لهنايا رابيتهم. تبغوا ديروا ثوم فص ولا بودر يعني الا كان عندكم. زدت لها طرف تاع جبن ابيض، ولا ديروا 3 حبات جبن مثلثات حتى الربعه. نزيد لها معدنوس مقطع رقيق. انا لهنا كان عندي في الكونجيلاتور، درت كميه مليحه من المعدنوس. دركا نخلط كل شيء في رحبه، هذيك البطاطا مع كاع لي زانغريديون اللي كنت زدتهم حتى وين ينسجموا في رحبه. كما شفتوا هذه هي طريقتي في تحضير المعقوده. ما ندير فيها ني بيض ني شابلور ني فرينه لداخل، غير كيما هكا وتجي روعه. ونعطيكم السر الثاني يعني اللي ما يخليكمش المعقوده تاعكم تنحل في المقله. لهنايا ضروري تعطوها الوقت الكافي باش تبرد، ماشي تدفى، لازم تبرد مليح. انا غطيتها بان ساشي ودخلتها في الفريجيدة، خليتها بردت مليح مليح مليح. شوفوا حتى وين عاودت تماسكت من جديد. لهنا نحل فيها بالملعقه هكا باش نجم نشكلها اليز. اذا هنايا كنت درت شويه تاع الزيت في يديا باش البطاطا ما تبقاش تتلصق لي وتعذبني. شوفوا بالنسبه للمبتدئات ديروا قيس مغرف كبيره باش الحبات كاع يجوكم قد قد. واللي مالفه تخدم المعقوده بيان سور عينها ميزانها. دونك لهنايا دورتها وضغطت عليها هكا ضغطه خفيفه وتشكلت لي وحدها كيما راكم تشوفوا. غادي نزيد قدامكم شعل من وحده. لهنايا كي تدوروها مليح ما تسحقش، يعني ما با فينيسيون مع الاطراف، ولا غير كوروا مليح وتضغطوا. هذا مكان هي تدي لا فورم تاعها. بعد ما كملت شكلتها نروح المرحله الثانيه. لهنايا الفارينه، انا بالنسبه للمعقوده ما نديرهاش ديريكتومون في البيض، يعني نديرها في الفارينه هكا احسن. نرمدها كاع في الفارينه بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. لهنايا بالخف تترمد. وبيان سور ما تخلوش المعقوده ترفد لكم كميه كبيره، يعني رمدوها ونفضوا الحبه تاعكم هكا شويه غير في هذاك الصحن باش كاش زوائد ولا يطيحوا. دركا غادي نبدا نقلي المعقوده تاعي. لهنا نحتاج 2 حبات بيض، درتهم في ان بول ضربتهم مليح باش نرمد هذيك المعقوده في البيض. وكنت درت تانيك الزيت تحمى. لهنايا شوفوا لي المقله تاعي ما رانيش معمرتها بزاف زيت، يعني ديروا شويه شويه قيس ما الزيت يتوشي لكم نص الحبه تاع المعقوده تاعكم، يعني ماشي تعمروها حتى وين تبقى تعوم في هذاك الزيت. لهنا بعد ما حميت الزيت مليح نقصت النار تاعي شويه، يعني النار تكون متوسطه. رمت الحبات تاع المعقوده في البيض ومسحوا مليح المعقوده من البيض، يعني ما تخلوهاش ترفد لكم كونتيتي كبيره. وحطيتها كيما راكم تشوفوا قدامكم وخليتها تتقلى.
نخلي المعقودة تنقلة وما نخربش فيها حتى وين نشوفها بدات تحمر لي مع الأطراف كيما راهي في الصورة قدامكم. كي نشوفها حمارت لي عادا كنجي نقلبها. والحاجه الثالثه اللي تخليكم المعقوده تاعكم تنحل في الزيت هي الفرشيطه. انا يعني راني موالفه نخدم المعقوده وما عنديش مشكل يعني، ونعرف كيفاش نمانيبيلي الحبات. مي اللي عندها مشكل مع المعقوده ولا المبتدئه نقول لك ما تخربيش بالفرشيطه، غير بالملعقه وقلبي، باسكو بوسيبل هذيك الفرشيطه تثقب الحبه تاع المعقوده وتخرج لكم البطاطا ودير لكم كارثه. اذا لهنايا قلبوا بزوج مغارف غير بالعقل، ومن بعد ديروها فوق ان بابي ابسوربون هكا باش تشرب لكم هذاك الزيت اللي يكون من الفوقه. وكانت هذه هي النتيجه قدامكم. شوفوا لي كيفاش طابت، ما شاء الله جات محمره. انا نبغي المعقوده تكون محمره مليح من الفوقه، ما نبغيهاش طايبه على بياض. الريحه تاعها تانيك ما شاء الله ما نحكي لكمش، جات بزاف بنينه. وانا هذه هي طريقتي في تحضير المعقوده يعني، جامي نبدلها. دونك عطيتكم الاسرار 3 باش تنجح معكم. البطاطا تفوروها ما تغلوهاش في الماء، ترحوها وهي حاميه وتعطوها الوقت الكافي باش تبرد، لازم تبرد مليح عداك باش تجو تقلوها. وبيان سور ما تقلبوهاش بالفرشيطه. اذا هادو هما اسرار نجاح المعقوده. ان شاء الله تعجبكم طريقتي في تحضيرها، وإلا عجبتكم خلوا لي جيم، والى الملتقى في وصفه جديده. سلام.